صباح الفل والروقان والسعادة على أحلى متابعين باحبكم جدًا. النهارده إن شاء الله بإذن الله حلقة ما تتفوتش، هاتكلم فيها عن السعادة وعن المشاعر الجميلة. بس بجد بقى لو أنت أول مرة تشوف قناتي ما تنساش تشترك، لأن بجد قناتي كل ما تتابعها هتحس بسعادة أكتر، هتحس بروقان أكتر، هتحس باستمتاع أكتر، هتحس إن أنت مشاعرك بجد لو انت ما تابعتش قناتي هيفوتك كتير من البهجة ومن السعادة ومن الروقان والمشاعر الحلوة. وهي ايه قيمة كل حاجة عندك في حياتك لو انت مش سعيد ومبسوط؟ ايه قيمة كل حاجة لو انت ملقتش نفسك الحقيقية؟ وانت قدامك الفرصة بجد ان انت تلاقي كل ده لو انت بجد اشتركت في قناتي. اشتركت في قناتي ليك انت، مش ليا انا، لأن أكيد أنا بؤمن دايما إن مفيش صدف. فكون أنا جيت ظهرت في القدر بتاعك وأنت شفت الحلقة بتاعتي دي أو الكلام ده، دي إشارة ليك إن أنت بجد ما تفوتش الرزق ده. المهم نتكلم النهاردة عن السعادة. ليه في ناس كتيرة مش سعيدة وناس تانية بتكون سعيدة؟ ليه ناس عندها مشاكل نفسية كتير واضطرابات ويقعدوا يدوروا ويروحوا ويعملوا مع إن الحل في إيديهم؟ هاقول لك ليه يا جميل. ببساطة شديدة، نسبة الناس بجد اللي عندها مشاكل، أحزان، اكتئاب، توتر، غضب كترت. معقولة هي دي المفروض تكون تجربتك على الأرض؟ معقولة الأيام اللي أنت جاي تعيش فيها المفروض إن أنت بدل تبقى سعيد وتبقى رايق ومستمتع تمر بكل المشاكل دي وتجري تقرا هنا وتروح لده وتروح لده وتروح لده، مع إن المفتاح كله جواك؟ تعالَ بقى أدّي لك أنا المفتاح في إيدك النهارده، عشان لمّا أنت تاخده تفتح جميع الأبواب وتعيش دايمًا في سعادة واستمتاع وروقان. تعالَ كده بروقان كده نشوف القصة دي إيه. بُص يا صديقي، من وأنت طفل صغير، أنت الإنسان دايمًا بيتولد على الفطرة. الفطرة هي الطفولة. فوأنت طفل أنت بتكون سعيد، بتكون رايق، بتكون مستمتع، أنت ما بتقعدش شاغل بالك بأي حاجة بقى. وأنت طفل صغير حطوك في أي مكان هتلاقي نفسك تقعد تلعب وتضحك تبقى مستمتع ورايق وكل حاجة. ما عندكش لعبة تلاقي الطفل يقوم رايح جاي ماسك رجليه كده يقعد يعضعض فيها ويقعد يمص رجليه، أو يمسك أي حاجة يقعد يلعب فيها ويخرفش، فتلاقيه دايمًا سعيد ومبسوط. حتى لو زعل بيزعل صغير صغنطاطين خالص، لكن بيرجع يضحك ويبقى مبسوط وسعيد. طب إيه اللي بيحصل بقى؟ البرمجة. من وأنت بتبقى أنت أصلًا، أنا باقول دايمًا السعادة هي الفطرة، هي المشاعر الجميلة الحقيقية بتاعتنا إحنا كبشر، تمام؟ أو كإنسان. طب إيه اللي بيحصل بقى؟ إن أنت بيتم برمجتك. مثلًا وأنت مثلًا بتبتدي تكبر بقى، تلاقي مثلًا ناس تسمع بقى كلام من الناس وعقلك الباطن يصدقه، يقولوا لك ده الحياة صعبة، ده أنت لازم تتألم ويطلع عينك. ده أنت السعادة دي أصلًا مش موجودة في الحياة. سعادة مين يا أبو سعادة؟ ده الدنيا مش هتدّيك أي حاجة، ده أنت المفروض إن أنت هنا تتألّم. كلّها أفكار سلبية وقناعات سلبية بتدخل عقلك الباطن وأنت بتصدّقها، فبتكون فعلًا حياتك كده. لكن أنت في صوت جوّه منّك، الصوت ده بيقول لك إن أنت تستحق السعادة، هو صوت الطفل اللي جوّاك، صوت الطفل الجميل اللي جوّاك اللي هو أصلًا قبل البرمجة. فإن أنت دايمًا كل ما أنت بتبقى أنت بتتحرّر من الأفكار السلبية وأفكار الوعي الجمعي وأفكار القطيع وأفكار إن أنت لازم تبقى متألّم ولازم تبقى مشاعرك سلبية ولازم يبقى عندك مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، وإن أنت بتتخلّص من الحكاية دي وتحُط مكانها أفكار إيجابية وتكرّرها عقلك الباطن بيصدّق الأفكار دي وتعيش مستمتع ورايق. يعني ممكن تحُط أفكار تانية، أنا موجود هنا عشان أكون سعيد، كل ما أكون سعيد
كل ما أنا هاتعرّف على ربنا أكتر وهاحبه أكتر. أنا باحب أتنعّم بالنِّعَم اللي ربنا جابها لي، أنا باعيش رايق دايمًا وسعيد. دي أفكار إيجابية أنا اخترعتها دلوقتي، أنت ممكن تخترع أفكارك الإيجابية. مثلًا تصحى من النوم تقول أنا النهارده هاقضّي يوم جميل وهابقى سعيد ورايق ومستمتع، النهارده مثلًا هاضحك كتير، النهارده هاهزر كتير، النهارده هاتنعّم. عارفين المتنعّم ده؟ يعني تبقى أنت حاسس بالنعمة، تبقى عندك النعمة كده وحاسس بيها، مش إن هي بتبقى كده يالّا رايح آكل وخلاص، رايح أشرب وخلاص. ودي يعني من الصفات أصلًا اللي أنت بتدوق فيها قمة المشاعر والروقان والاستمتاع في الحياة هنا، تمام؟ ودي إن شاء الله بإذن الله هابقى أفرض لها حلقات جاية بإذن الله عن التنعُّم في الحياة، وإزاي تعيش أنت متنعِّم. الناس تشوفك كده تحس ويقولوا إيه ده، ده وشه فيه نعمة، ده مشاعره جميلة، ده كذا، ده كذا، ده الإنسان ده كأن هو كده إيه، من عالم تاني وجالنا كده. فأنت ممكن توصل للحتّة دي بجد لمّا أنت تحوش الأفكار والقناعات السلبية اللي اتزرعت في عقلك الباطن، وتحط مكانها أفكار إيجابية. هتحط أفكار إيجابية إزاي؟ عن طريق إن أنت تردد مقولات إيجابية، وتقول أنا باتحرر من التفكير السلبي دوّة، وتكرر دوّة وتردد أفكار إيجابية طول الوقت. التخيل لأن العقل الباطن بيقتنع بالخيال. تخيل دايمًا إن أنت سعيد، إن أنت رايق، إن أنت مبسوط، إن أنت مشاعرك جميلة، جميلة، جميلة. يا جماعة أنتم ما عندكوش فكرة عن قد إيه العقل الباطن ده مهم جدًا. ربنا خالق العقل الباطن ده هو المسؤول عن سعادتك أو تعاستك. بالاقي ناس كتيرة يا عيني بسبب فكرة صغيرة اكتئبوا وتعسوا ودخلوا في أمراض، وبيفكروا في فكرة سلبية ويرددوها وكده. الحاجة التانية اللي بتخلّي الناس مش سعيدة هي إن هي تتعرّض في حاجات في حياتها مثلًا إيه، مثلًا واحد يكون عامل ناس كويس، فهُم ما كانوش كويسين معاه، فخَد قناعة سلبية قال لك لأ ده الدنيا بقت وِحشة، ده الناس يعوذ بالله، ده الدنيا مصالح، ده مش عارف إيه، فحَط قناعة سلبية، بدل ما يقول أنا كنت كويس مع فلانة أو فلان سواء قصة حُب أو، وهو ما كانش كويس it's okay، أنا هابقى رايق ومبسوط وأكيد الخير اللي أنا عملته هييجي لي من حد تاني. شايفين أنت بتتكلم مع عقلك الباطن إزاي؟ دي لعبة الحياة بقى، هي دي السعادة. فأنت مش محتاج إن أنت تقعد تدوّر في الكتب، لإن في ناس بتقعد تدوّر في الكتب عن المشاكل النفسية، وفي ناس بتقعد تروح ل ل لدكاترة نفسانيين وكده وللأسف مشاكلهم بتتفاقم أكتر. أنت دايمًا يعني قبل أي دكتور وقبل أي حاجة المفتاح جواك، هو إن أنت ترجّع الطفل اللي جواك ده. أنا شخصيًا يا جماعة أنا دائم الطفولة. أنا من جوايا كده ما يغركش إن أنا باقول كلام كده كبير ومجعلص، أنا من جوايا طفل، أنا من جوايا بيبي، لأن الطفل ده يعني السعادة، والطفل ده فيه سر كبير جدًا. لأن أنت لمّا تبقى طفل يعني الفترة اللي هي قبل البرمجة، إن أنت ما تبقاش شخص مبرمج على التعاسة وعلى الشقاء وعلى الحزن وعلى إن الدنيا صعبة، وعلى إن أنا أمّا أكبر في السن صحتي هتروح وعلى. ارمي كل القناعات السلبية دي وحُط قناعات أنا رايق ومستمتع، كل يوم أنا باعيشه بجماله. أنت كده بتسترد الطفل الجميل اللي كان بيلعب ومستمتع، وده فيه سر كبير جدًا. لأن كان سيدنا عيسى عليه السلام تقريبًا أو بيتهيأ لي هو أو حد تاني يعني من الأنبياء، كان بيقول مقولة فيما معناه: "إن لم تعودوا كالأطفال" يعني معناها إن أنتم مش هتعرفوا السما أو مش هتعرفوا إن أنتم تبقوا ت ت ت تبقوا تعرفوا المشاعر الجميلة أو الحاجات الكويسة أو تبقوا في حالة سلام، أو مقولة فيما معناها كده. فأنت دايمًا اتعلّم من الأطفال، حِبّهم وعيش الطفولة والروقان والمشاعر الجميلة والاستمتاع. باحبكم أوي، بجد الحلقة دي قوية جدًا، جدًا، جدًا. أقوى من الدهب وأقوى من الكنوز، لأن الدهب والكنوز كمادة بتخلص، لكن الحلقة دي لو أنت طبّقتها كل حياتك هتتغيّر،
وهتعيش السعادة والروقان. متنساش بقى تعمل لي لايك وسبسكرايب والشير عشان تكون دايما عايش في سعادة واستمتاع وروقان. بحبكوا قوي. سلام.